انت النهارده قمت بتعيين الكابتن محمد عمر، ودي عليها علامه استفهام عند البعض ورضا عند البعض، ولكن الغاضبون اكثر. بيقول لك انت النهارده عملت ايه؟ ما هو الكابتن محمد عمر ده ابن النادي وابن منتخب مصر وابن الدنيا بحالها، لكن انت مسكته قبل كده وحطيته في اكتر من موقف واديته اكتر من فرصه وما نجحش معاك، وبرضه رحت جبت محمد عمر تاني. انت رايح جايبه تاني ليه وهو شغال ايه وماسك ايه دلوقتي؟ انت جبت الكابتن محمد عمر واديته اللجنه الفنيه لكره القدم، يعني انت حاطط فرد واحد عامله لجنه، وده في كل الانديه ما بيحصلش، عمره ما حصل قبل كده انك تجيب واحد تقول له شكل لجنه. لان المفروض ان اللجنه دي لما بتتعمل، اللجنه بتتعمل ليه؟ اللجنه دي لما بتتعمل عشان حاجتين. الحاجه الاولى ان ما يبقاش القرار في ايد فرد واحد، وبالتالي اللي هو يقدر يحط فكره هو بس ومش هيستخلص اي افكار تانية جايه له من اي حته تانية. الحاجه الثانيه للجنه ان اللجنه بتبقى فنيه وبتبقى اداريه وبتبقى كشافه، واحد بيبقى عنده فكر مختلف عن الثاني عن الثالث، وبالتالي لما بيقعدوا مع بعض كلجنه بيطلعوا مجموعه افكار، بيحطوا احسن الحلول وبيبداوا يشتغلوا. انت هنا ممسك لي واحد بس عامله لجنه، ومفيش كده في الدنيا. يعني انت بتصب فكر واحد بس بتديله المفتاح وتقول له اتفضل، خصوصا اللي هو ليه تجارب سيئه مع نادي الاتحاد وما فلحش معاه في اي موقف مسك فيه، ما عملش معاه نتائج.